مش هتشتريه من بره تاني. وفري فلوسك وتعالى اقولك ازاي تبقي مميزة في البيتيفور عن اي حد بيعملهولك، وهيشرفك كمان قدام ضيوفك، وهتتحدي الكل بيه بدون مضرب ولا عجان ولا اي اداة كهربية خالص. احفظي الفيديو ده عندك، هتدعيلي عليه. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول. باللي تحط اللايك تزور بيت سيدنا النبي، روحي لربنا يسعد قلبك. يلا تصلي على رسول الله وتزوري بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا نص كيلو من الزبده درجه حراره الجو. عندي 175 جرام من السكر البودره اللي هو الناعم، واضربهم بقى مع بعض كويس جدا لحد ما يديني قوام كريمي خالص، وتبيض الزبده دي تبقى بيضه معايا. بعد ما نعمت الزبده والسكر كويس جدا زي ما انتم شايفين كده وبيضت معايا، بعد كده احط ايه؟ عندي 3 بيضات، هحط بيضه لحد ما كل واحده تختفي احط التانية، وهكذا لحد ما اخلص ال3 بيضات كده. لو فصلت منكم كده ما تقلقوش، ادعكوا فيها وهي هتلم معاكم وهتبقى كريمي تاني. احط التانية وادعك برضو اهي لحد ما تبقى معايا كريمي، واحط برضو التالتة. واخر حاجه بحطها الفانيليا، كيس من الفانيليا لحد ما بقت معايا كريمي بالشكل ده كده. بعد ما حطيت ال3 بيضات وحطينا الفانيليا اضرب كويس جدا لحد ما تبقى معايا كريمي بالشكل ده كده. تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ عندي الدقيق، عندي 650 جرام من الدقيق. 650 جرام ازاي يا شيماء؟ انت قايله لنا قبل كده الكيلو وربع دقيق على كيلو زبده، علشان احنا حاطين 3 بيضات. اما في الكيلو وربع دقيق عليه كيلو زبده حاطين معاه 5 بيضات. تمام، ركزتوا؟ احط كله مره واحده، وما بحطش في قلبه بيكنج باودر ولا اي حاجه ولا اي ماده رافعه خالص، واقلبه كله مره واحده كده. الم العجينه، وبعد كده انا ما بعجنش فيها خلاص. بعد ما الدقيق اختلط معاه بوقف ضرب، العجينه بتكون بتلزق معايا زي ما انتم شايفين كده. تمام، ده القوام بتاع عجينه البيتيفور، بتكون بتلزق معايا. عملناها بدون مضرب ولا عجان ولا اي حاجه من دي، بايدينا، علشان الناس اللي ما عندهاش لا مضرب ولا عجان ولا اي حاجه من دي تقدر تعملها بايديها. الطريقه سهله جدا، كل اللي عليكي هتضربوا الزبده والسكر مع بعض كويس جدا، وبعد كده هتحطي عليهم البيض واحده واحده لحد ما تختفي، وتحطي الثانيه لحد ما تخلصي معاكي البيض. واخر حاجه بضربه كويس جدا لحد ما الخليط يبقى كريمي معايا تاني، وبعد كده احط الدقيق لحد ما يلم ويبقى معايا ايه بالشكل ده كده. خلاص، دي العجينه بتاعت البيتيفور، سهله جدا ومقادير مظبوطه 100%. عندي بقى البلبله دي اهو اللي انتوا شايفينها دي، مكتوب عليها 360. وعلشان احافظ على الكيس القماش بتاعي ويفضل عندي فتره طويله، عندي كيس اللي هو استعمال مره واحده بحط فيه العجينه واقوم حطاها في الشكل ده كده، واعمل بقى كده. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. واعمل بقى شكل ايه؟ شكل الكمثريه كده. شايفين بالشكل ده كده؟ تعالى اوريكم. بمسك حته بسيطه كده من العجينه اللي تحت واضغط، علشان اعرف اضغط واتحكم في ايه، في التقطيع كده. ادي الشكل بقى بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. اي شكل انتوا بتحبوه، ده شكل الصدف، ممكن تعملي كمان شكل الكمثريه، شكل الورده، شكل اللي يعجبك اعمليه. هنجيب الصاج التاني برضو وهنقطع فيه برضو بالشكل ده كده. ممكن تعملي الشكل ده. يعني تعملي الشكل اللي يريحك، ده شكل الورده، وتعملي بقى شكل الكمثريه، الشكل اللي يعجبك اعمليه. تعالوا بقى نروح على الفرن ازاي نسويه علشان يطلع معانا لونه ذهبي وما يطلعش معانا لونه غامق، ويطلع معانا ذهبي من فوق ومن تحت. تعالوا نروح على الفرن. هيقعد معانا قد ايه في الفرن يا شيماء؟ هيقعد معانا من 10 دقايق ل 12 دقيقه بالكتير قوي، على درجه حراره الفرن بتاع الغاز اللي هو زي بتاعنا ده هاديه جدا. لو الفرن عندك بالكهرباء يبقى على درجه حراره 180، هيقعد معانا من 10 دقايق ل 12 دقيقه. تعالوا بقى نروح على الفرن. عندي الفرن والع،
زي ما انتوا شايفين كده على الدرجه دي، اللي هو الفرن الغاز درجه الحراره بتاعته بتكون كده. تمام. وبقفل عليه، هيقعد معايا من 10 دقايق ل 12 دقيقه. واقفل عليه الفرن، بداير عليه الصاج 3 مرات، يعني اداير كده مره وداير مره كمان، واخر مره بدايره واقوم سايباه ياخد اللون بتاعه، وبعد كده ايه اطلعه من الفرن. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ الصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. استنوا الفيديو اللي جاي جامد جدا، اعملوا شير علشان الكل يستفيد. اشوفكم على خير وفي امان الله.